كشف شعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية عقوبة الفنانة ياسمين رئيس بشأن مخالفتها بنود العقد مع شركة الإنتاج لمسلسل بابا المجال، وقال إن شركة الإنتاج قدمت شكوى اليوم لسكرتير نقابة المهن التمثيلية، موضحا إن أعضاء النقابة سينظرون في الأزمة غدا. عن العقوبة المقرر وضعها على ياسمين رئيس، رد شعبان وقال إن هناك طريقين في العقوبة من المتوقع وضعهم، أولهم تغريمها مقابل مادي تعويض للشركة المنتجة، والتاني إصدار النقيب أشرف زكي قرار، ولكن حتى الآن لم تصدر النقابة قرارا حول الأزمة. أصدرت شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع بيان صحفي اليوم بتكشف فيه تفاصيل الأزمة، وجاء فيها: نشر في الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار في بعض المواقع الصحفية تفيد بأن هناك أزمة بين مصطفى شعبان وياسمين رئيس في مسلسل بابا المجال. وبناء على ما نشر، توضح شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع بأن نسرين أمين وقعت العقد بالفعل بعدما أخلت ياسمين رئيس ببنود العقد وسافرت خارج البلاد أثناء التصوير دون اختار شركة الإنتاج، وذلك تسبب في خسائر مالية. وقال كمان توضح الشركة بأن مصطفى شعبان لا دخل له نهائيا بما حدث، والقرار جه من الشركة المنتجة والمخرج مع بعض، وقد اتخذت الشركة المنتجة كل الإجراءات القانونية ضد ياسمين رئيس برفع شكوى في نقابة المهن التمثيلية.